السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيف وصل وما دام الصيف وصل يبقى الآيس كريم على طول ييجي معاه. طبعًا إحنا ستات بيوت شاطرين وما فيش حاجة بتقف قدامنا أبدًا، لأ كمان موفّرين ومدبرين جدًا، فهنعمل آيس كريم بشكل الميجا في البيت. هنعملها كمان بدون قوالب خالص، يعني هنحصل على الشكل ده من غير أي قوالب، بحاجة موجودة في أغلب البيوت. كمان هنعمله بدون مضرب. كمان هنعمل مع بعض الحليب المكثف المُحلى اللي هيخلّي لي الآيس كريم بتاعي خالي من أي كريستالات، يعني الآيس كريم الناعم الدايب دوب في البُق بقوام كريمي رائع جدًا، جدًا. هنعمل كل ده مع بعض النهارده بطريقة سهلة وبسيطة أوي، وزي ما عودناكم دايمًا في مطبخ فرنسي إن إحنا بنوفّر دايمًا على بعض، فده ما كلّفنيش أكتر من 22 جنيه، في حين إن إحنا عارفين طبعًا الميجا سعرها كام. أتمنى لو الفيديو بتاعنا عجبِك النهارده تضغطي لايك، شير، سبسكرايب علشان يوصل لأكبر عدد. وبعد الفيديو على طول أوعدِك إن أنتِ هيبقى عندِك نشاط غير عادي إن أنتِ تقومي وتعملي لهم أحلى وأطعم ميجا في الدنيا، سادة وبالمكسرات. يالّا بينا نشوف مقادير وصفتنا. عندي كوباية من الكريم شانتيه الغير محلى الخام. عندي كمان كوبايتين من اللبن المثلج زي ما انتم شايفين في قطع تلج بالشكل ده. وعندي كمان 3 معالق من اللبن المحلى المكثف اللي احنا عملناه مع بعض، وكمان معلقتين من عسل الجلوكوز اللي عملناه مع بعض برضو. هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف، وربع معلقة من الفانيليا. ودلوقتي هاجيب الخلاط، خلاط والله خلاط مش مضرب، لأ خلاط. هنحط دلوقتي اللبن والكريم شانتيه وهنضربهم مع بعض لغاية ما الكريم شانتيه ياخد عندي قوام. عارفين الميجا ال اللي إحنا بنشتريها من برّه الواحدة بكام؟ ب8 جنيه، ال10 ب80. أنا بقى هاعمل لِك ال10 دول النهارده مش هيكلفوكِ غير 22 جنيه. ولمزيد من التوفير طبعًا هنعمل مع بعض الحليب المكثف المُحلى. عندي كوباية من اللبن البودر، كوباية من السكر البودر، ربع كوباية من المَيّة الدافية اللي بتميل للسخونة، يعني مش فاترة بتميل للسخونة، ومعلقتين كبار من الزبدة المذابة. بس كده، بس كده. هنجيب الكبة بتاعتنا هانزل فيها باللبن البودر وكمان السكر البودر، يعني مش بس مقادير بسيطة وموجودة في أي بيت، لأ كمان الطريقة سهلة جدًا من غير أي مجهود منِّك. كمان هاحط عليها المَيّة الدافية اللي بتميل للسخونة زي ما اتفقنا، يعني مش فاترة. كمان هاحط الزبدة، كلّه كده فوق بعضه، كلّه فوق بعضه. هاعمل إيه بقى دلوقتي، هاضرب لغاية ما يدّيني القوام الصح للبن المكثف. وشوفي بقى كده معايا شكله وقوامه إيه، وكمان لسه ما حطيتوش في التلاجة. أنا بقى عملته طبعًا قبل ما ابتدي في الفيديو بتاع الآيس كريم وشيلته في التلاجة يعني تقريبًا ساعتين، وهاوريكِ بقى قوامه بعد ما يطلع من التلاجة كده. هو كان لسه كمان ما دخلش التلاجة. شوفيه بقى بعد ما يطلع من التلاجة كده وأنا باشوفه بابُص كده عشان آخد منه بالمعلقة أحط الآيس كريم، قوام ممتاز جدًا، جدًا. تقدري تحتفظي بيه في التلاجة تستخدميه في أكتر من حاجة. تعالوا بقى يالّا نروح نشوف هنستخدمه إزاي في الآيس كريم بتاعنا. المكثف بصوا كده لما اتحط في التلاجة بقى تحفة ازاي، رائع جدا. يلا بقى دلوقتي هاخد منه 3 معالق كبار. طيب لو انت بتحبيه مسكر هتعملي 3 معالق كبار، لو بتحبيه بيميل للمظبوط يبقى هنحط معلقتين بس، الى جانب معلقتين عسل الجلوكوز طبعا. كل ده في الخلاط، والله يا فندم كل ده في الخلاط. مش هنحتاج للمضرب نهائي، يعني دقيقتين اتنين وهيبقى عندك احلى ايس كريم فانيليا في الدنيا. وادي كمان عسل الجلوكوز، شوفوا القوام التحفة ده، وبصوا اللون شفاف ورائع ازاي، ما شاء الله تحفة بجد. وبعدين ننزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا ونضربهم ضرب مبرح في الخلاط علشان نوصل لقوام الكريم، القوام الكريمي الرائع ده للآيس كريم. عارفين الآيس كريم اللي هو الناعم ده بقى اللي انت هتوصلي له. ازاي بقى اشكل الميجا؟ بسيطة جدا وما فيهاش ادنى مشكلة. عارفين علب العصير الكبيرة او علب اللبن الكبيرة مش الصغيرة؟ هنجيبها، قيسي من تحت سنتي وحطي شرطة، وبعدين 2 سنتي وشرطة، 2 سنتي وشرطة، 2 سنتي وشرطة. ده طبعا لو انت زي حالاتي كده بتحبي كل حاجة ماشية بالسنتي وبالشعرة، لكن لو عايزة تمشيها بالبركة يبقى اعمليها بالبركة. بس انا بقولك الطريقة المظبوطة اللي هتطلعها لك كلها تقريبا مقاس واحد، وكله يبقى مظبوط وتمام. ده ستيك ده انا كنت جايباه ايام المدرسة علشان خاطر خافض اللسان،
الولاد كانوا بيحتاجوه في المدرسة عشان أوصّل أسماء وما شابه يعني من الأنشطة، وطبعًا عندي لسه منّه كتير أوي. طَب أنتِ لو ما عندكيش الstick ده، عارفين المعالق البلاستيك بتاعة الأفراح والحاجات المناسبات والحاجات دي، هاتي كيس رخيص جدًا، واكسري الحتّة بتاع المعلقة ودخّلي دي، بس كده بسيطة خالص ما فيهاش أي حاجة. طبعًا أنا بابقى الstick بتاعي بيبقى لبرّه لغاية ما أحُط الآيس كريم بتاعي، واضرب الآيس كريم كده أخبطه كده علشان خاطر أضمن إن ما فيش فراغات جوّه نهائي. الخطوات دي مهمة جدًا والتكات دي لازم تسمعيها كويس أوي. وبعد كده أبتدي أدخّل الstick لجوّه، تمام؟ يبقى في الأول بيبقى لبرّه لغاية ما أحط الكريم شانتيه الآيس كريم، وبعدين أخبطه كويس أوي كده في الرخامة بتاعتي علشان خاطر أضمن إن ما فيش فراغات، وبعد كده أبتدي أغطيه بكيس من البلاستيك والفويل وندخّله على الفريزر. أنا عملته الساعة حوالي 15:00، طلّعته الساعة 00:30 تحفة جدًا. طب لو أنا بقى ما عنديش العلبة دي ويعني دلوقتي عايزة أجرّب أنا الموضوع ده، هنعمل الآيس كريم وبعدين هنحطه في كوباية من البلاستيك لإني هادخّلها الفريزر ما ينفعش يبقى إزاز، وهاحط فيها 2 stick قصاد بعض بالشكل ده، وندخّله الفريزر. دلوقتي بقى أنا هاجيب س عايزة مكسرات، عايزة سوداني، براحتك خالص، وهادقدقه لإني بس مش هانعّمه أوي، أنا عايزاه مدقدق كده خفيف مش مناعم أوي. و علشان أحطه على شوكولاتة باسيّحها دلوقتي على حمّام مَيّة، ودلوقتي عندي الآيس كريم طلع أهو من الفريزر تحفة، تحفة، تحفة. وعايزة أقول لكم بس إن الطعم بتاعه كمان عارفين الطعم الآيس كريم الصح الكريمي المضبوط جدًا، هو ده بقى. جِبت بقى دلوقتي السكينة المشرشرة عارفينها، هي دي أكتر سكينة هتنفع معاكِ وهتضبط لِك جدًا الموضوع. هتعملي كل ده ما فيش 10 دقايق، هتكوني مقطّعة كل قطع الآيس كريم ده، باشيل الورقة بس كده من حواليها بعد ما بافصلها من القطعة الكبيرة، وبس كده أنزّلها لتحت من الstick وخلاص كده. دلوقتي عندي أهو الشوكولاتة سيّحتها في حمام مَيّة، وهانزل عليها بالمكسرات وأقلّبها تقليبة كويسة كده، عاملة كمان نوع تاني سادة عشان مش كلّه بيحب عندي المكسرات السوداني. ودلوقتي هانزل بيها في المَج ده سهل جدًا، جدًا، جدًا الشغل، أحسن ما تحطّي في طبق وتفضلي بقى تعملي كده وتعملي كده، ده أسهل بكتير بصراحة. ولو أنتِ كمية دلوقتي بقت قليلة علشان خاطر عملت كمية كبيرة من الميجا، هابتدي أحُط بالمعلقة بقى بالشكل ده زي ما أنتم شايفين كده، ولإنه ساقع فطبعًا الشوكولاتة بتمسك فيه بسرعة جدًا، وما بتاخدش أي مجهود، بس برضه هندخّلها الفريزر 10 دقايق بس وبعد كده هنقدّمها مع بعض. دي الكوباية أهي طلّعتها، عملت لها يعني حمّام مَيّة كده خفيف عشان أقدر أطلّع الآيس كريم من الكوباية وابتدي أقسمها بسكينة. تحطّي السكينة في مَيّة سخنة وبعدين تبتدي تقسميها بالشكل ده، تتقسم بمنتهى السهولة. بُصّوا الجمال، والله ما لحقت أعملها بالشوكولاتة من جمالها صراحة يعني، اتاكلت كده. تحفة، تحفة، تحفة. يعني الموضوع بسيط وسهل جدًا، طلّعنا أحلى وأطعم ميجا في الدنيا، وعايزة أقول لِك إن الآيس كريم من جوّه طعمه اللي هو الطعم الكريمي الخالي من الكريستالات اللي بتتكوّن نتيجة التجميد في الفريزر، لأ، ده الطعم الكريمي الصح جدًا للآيس كريم. بُصّوا كده بقى الجمال كمان من جوّه، لا، لأ، ما فيش أحلى من كده ولا أطعم من كده، وأظن ما فيش توفير كمان بعد كده. 10 ميجا ب22 جنيه، يا بلاش والله. إن شاء الله نلتقي مع بعض ووصفة جديدة في رعاية الله.